السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي وأحبتي مشاهدين الكرام، محبي القناة المتواضعة المزرعة السعيدة، محبي الماعز، أهلا وسهلا بكم. رانا في المكان المخصص للولادة داخل المزرعة. عندي بعض الشروحات وبعض التعليمات، أرجو من الإخوة تتبعها لكي لا تقعوا في أي مشكل من المشكلات التي نتجنب حدوثها داخل المزرعة. نبدأ بالموضوع الخاص بالجدي الأسود. هذا هو ثاني جدي خرج في أول ولادة لهذا الموسم. يعني هذه الأم الأولى اللي شفتوها، هذه الولادة الأولى، هذه أنثى وهذا ذكر. هذا كان عنده انحسار بالبول. أنا وضعت عليه فيديو، قلت انحسار بالبول، لكن شدني تعليق لأحد الأصدقاء قال: أنت لا تفرق بين الإمساك والانحسار بالبول، واقترح علي على حسب ما فهمت أن أختنه. قال يتطلب التختين بما أنه ذكر. يا أخي أنت مخطئ، وهذه تربية تقليدية وفيها أخطاء بالألف، ليس بالواحدة ولا بالمئة. والدليل نفترض. على كل حال أنا كنت وريت لكم، كنا كشفنا أن القدم نتاعو فيها انحناء، وقلنا من نقص الفيتامين والكالسيوم. الآن القدم سليمة. إذا كانت هذه القدم أو هذه لا أذكر، المهم هو شوفية تماما من الإمساك، ما ولاش عنده انحسار. شوف الذنب، معناته راهو يتبول بشكل عادي. استعملت فقط زيت المائدة، حقنة شرجية. هاي بقايا الفضلات الحمد لله اللي نشوفوها مع بعض أنه يتبرز بالشكل العادي. شوف كي نقولوا عنده انحسار بالبول، في البداية يكون عنده إمساك، يشرب الحليب. الحليب يسقط في المنفح اللي هي المعدة الخاصة بتجبن الحليب. بعد ما يتجبن الحليب شكلين: الشكل الأول يتجبن بدرجة رهيبة لما يكون السرسوب عنده مدة طويلة وهو يتجمع في الذرع، هذا اللي أنا قلت نحلبوه من أجل أنه يسقط. الثاني اللي بعده أقل تركيزا، سهل في الهضم. إذا تجبن يشكل كرة داخل المنفحة متيبسة، الجدي تاعك لا يستطيع تناول كميات وفيرة من الحليب، تظهر عليه الخمول، يتبرز بشكل عادي، يتبول بشكل عادي، لكن لا ينمو لأنه لا يتناول الكمية الكافية من الحليب. لماذا؟ لأن حجم المنفحة فيها كتلة متجبنة تتفكك وتزول من تلقاء نفسها، لكن تأخذ وقت. الشيء اللي رانا نتحدثوا عليه اللي هو الموضوع اللي يهمنا، لما يحدث عنده إمساك هنا في عظم الحوض بين الوركين والعمود الفقري باتجاه القولون على مخرج الشرج، يكون عنده انتفاخ وإمساك وتجمع للغازات، تضغط على مجرى البول. علاش نقول أنا انحسار بالبول؟ تضغط على مجرى البول، تمنعه من إدرار البول. لماذا؟ لأنه العضو الذكري للجدي في البطن، الطريقة نتاعو يا صديقي ما يتبولش من هنا. العضو الذكري ملتصق من هنا بين الفخذين. هذا اللون دائما صعوبة في التصوير منفردا، لكن نشرح لك بإذن الله. هذا اللون، هذا طريق، هذا الشرج، ومن هنا المسلك. لاحظ من هنا، مع الأصبع نتاعي من هنا، هذا هو العضو الذكري، يمشي من هنا، يتبول من هنا. شوف، يخرج مخرج البول من تحت القولون مباشرة، هكذا مع القولون. لما ينتفخ القولون ويضغط على مجرى البول يحدث انحسار بالبول. هل الإمساك قاتل؟ نعم الإمساك قاتل، لكن بعد عدة أيام. هل انحسار البول قاتل؟ نعم قاتل، وفي بضع ساعات، لأنه لما يتجمع البول بشكل كبير يحدث له تسمم مائي يؤدي إلى انتفاخ المرارة ثم النفوق. لهذا أيها الإخوة الكرام، لما نمد معلومة نمدها مبنية علمية، ما تنتقدنيش فيها. ثاني حاجة التختين. هذا هو تشويه وتعذيب للحيوان، قطع عضو الذكري، ما عنده حتى فائدة. أنا سابقا قلت الانحسار بالبول في الحيوانات الكبيرة نعالجوه عن طريق القسطرة اللي يستخدمها البشر في انحسار
البول دائما. نظن ما زالت عندي احتفظ بواحدة. القسطرة هذه نستخدمها لانحسار البول، وراه شيء نادر الحدوث. انحسار البول شيء نادر الحدوث. هاي القسطرة، هاي القسطرة. انحسار البول راه شيء نادر الحدوث. قلنا يحدث لما الحيوانات ينطحوا بعض، أو يكون المنبع تاعك تاع الماء غير صافي، يسبب ترسبات في المسالك البولية. هذا اللي نقدمه للإخوة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.